أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يواصل النادي الإفريقي التمارين استعدادا لمباراة دربي العاصمة ضد الترجي الرياضي التونسي. كل اللاعبين جاهزون وعلى ذمة الإطار الفني. شهدت تمارين اليوم حضور كبير لجمهور الإفريقي، وكانت الأجواء حماسية وهناك تفاؤل كبير للجماهير الحاضرة. سيدخل الفريق فيتربص مغلقا يوم السبت في مدينة الحمامات. سيستعيد الإفريقي جناحه الطائر حمزة الخضراوي بعد انتهاء عقوبة الإنذار الثالث. سيغيب رسميا عن الفريق اللاعب أسامة بوقر بسبب حصوله على الإنذار الثالث. أجرى اللاعب أيمن الحرزي فحوصات طبية وقد شفي تماما من مخلفات الإصابة الأخيرة، وسيكون جاهزا لمباراة الدربي. رسميا سيدير الدربي طاقم تحكيم من النمسا. هناك نية من إدارة الفريق لرفض الحكم النمساوي، وستراسل الإدارة رسميا الإدارة الوطنية للتحكيم. برأيكم هل ستحسم مباراة الدربي مصير البطولة، أم سيتواصل التشويق لآخر جولة؟ شاركونا تكهناتكم بنتيجة مباراة الدربي، لمن سيكون الانتصار، أم أن التعادل هو النتيجة الأقرب؟ شاركونا تكهناتكم في التعليقات. دمتم في حفظ الله ورعايته.